تعالوا النهاردة نشوي الفراخ بصوص مميز جديد مختلف يطلعنا من ملل الصوصات التقليدية اللي زهقنا منها وعايزين نغير. يعني التغيير برضو مطلوب وبيفرق كتير قوي معانا ومع اولادنا، وطبعا النتيجة ان شاء الله تبقى مرضية جدا. فراخ بتدوب حرفيا في البق. هنجيب كوباية من اللبن العادي او اللبن الرايب حسب المتوفر، وهنحط هنا ملح وفلفل اسود حسب الرغبة. بعد كده البهارات اللي هستخدمها كلها معلقه شاي، هنا بابريكا معلقه شاي من البابريكا، وهنا بصل بودر، فلفل اسود قلنا حسب الرغبه، وهنا الثوم بودر. مهم قوي يا جماعه التغيير. هنا بهارات خلطة الكاري، ممكن بهارات فراخ يعني حسب ما تفضلوا، ممكن تستخدموا بهارات الفراخ اللي بتفضلوها. هنا رشة قرفة بتدي نكهة حلوة جدا للفراخ على فكرة. هنا معلقة كبيرة من زيت الزيتون، معلقة كبيرة من الصويا صوص. كل النكهات دي يا جماعة بتبقى مع الفراخ تحفة. معلقة كبيرة من دبس الرمان، معلقة كبيرة من الخل الأبيض. هندمج الكلام ده كله مع بعض، اقلبه كويس جدا. على فكرة يا جماعة التغيير بيفتح نفس الولاد وبيفتح نفسنا احنا كمان. من وقت للتاني لازم نغير في صوصاتنا وطريقة تقديمنا للأكل عموما. هنا هنعمل فتحات في الفراخ. الفتحات دي علشان التتبيلة تتخلل الفراخ من جوه. قلبها كويس قوي في التتبيلة، عايزين التتبيلة تدخل لكل جزء من الفراخ، ونسيبها حوالي ساعة. ممكن تسيبوها اكتر من كده لو عندكم وقت، بس اقل حاجة ساعة. بعد كده هنجيب شبكة تحتها صينية تيجي نرص الوراك عليها او اجزاء الفراخ يعني فرخة، وبعد كده هنجيب مية مغلية ونحطها في الصينية من تحت. الصينية اللي تحت الشبكة نحط فيها مية مغلية، يعني كوبايتين تقريبا. تمام. بقيت التتبيلة هننزل بيها على الفراخ، نحط على كل الفراخ التتبيلة. بعد كده هندخلها الفرن رف اوسط درجة حرارة 200 تقريبا، بتاخد من ساعة وربع لساعة ونص حسب الفرن. مراحل التسوية بتاعتها، اول ما اللون بتاعها يبدأ يدخل في اللون الذهبي اهو، بتدي اللون الجميل الذهبي ده، بنبتدي نقفل عليها. بصوا يا جماعة الصوص انا حطاه كده فوقيه علشان بيخليها جوسي اكتر واكتر، وطعمه بصراحة ما يترميش، تحفة. بنحطه على الفراخ كده من فوق، رشة البقدونس في التقديم.